أوقات كده بنقعد ساكتين مش عشان راضيين، علشان تعبنا من الشكوى. بس تعرف بين الصمت والرضا في شعرة بتفرق بين إنك تعيش مرتاح أو تعيش موجوع وساكت. اسأل نفسك، هو أنا راضي ولا ساكت علشان مفيش حل؟ لو وصلت معايا لحد هنا قول لي أنت بتسمعني منين والفيديو وصل لك فين؟ وأتمنى إن رسالتي توصل لك، وأتمنى يكون كلامي هادف وعجبك. شاركني تحت في الكومنت. يلا بينا يا صاحبي، جهز فنجان القهوة الرايق أو مشروبك المفضل، علشان دي لحظة تغير نظرتك للحياة. أنا حسن، ودي لحظة جديدة من برنامج لحظات، لحظة صدق بينك وبين نفسك. على فكرة مش بنقول كلام تنمية بشرية محفوظ، احنا كده بنحاول نعيش الحقيقة مش نهرب منها. والنهاردة هنسأل سؤال: هو الرضا اختيار ولا استسلام؟ وازاي الرضا يغير حياتك من جوه حتى لو بره كل حاجة مركبة؟ تعرف اكتر حاجة بتسرق راحتك مش الظروف، لكن نظرتك انت للظروف. يا صديقي، في ناس عندهم كل حاجة ومش مرتاحين، وفي ناس على قدهم بس عايشين بسكينة وبرضا. الفرق اللي عنده رضا عنده قوة داخلية تخليه ينام مرتاح حتى لو بكرة مش واضح قدامه. عايز احكي لك قصة وانت بتشرب معايا فنجان القهوة بتاعتك. تعال احكي لك عن شاب اشتغل سنين بيحاول يبني لنفسه طريق، لكن كل باب يفتحه يتقفل في وشه. فتلقائي طبعا ان الناس شافوه فاشل، بس هو كان ساكت مش لانه ضعيف، كان ساكت لان عنده ايمان ان كل خطوة حتى لو بتوجعه هتوصله في يوم من الايام. النهارده نفس الشاب فتح شركته وبدأ يحكي عن ايام الصمت ويقول: اللي خلانا اكمل مش الامل، اللي خلانا اكمل حاجة واحدة بس، وهي الرضا. يا عم، الرضا مش معناه انك تبطل تحلم، الرضا معناه انك تحب اللي عندك وانت بتحاول توصل للي نفسك فيه. تعرف اللي بيعيش عمره يعاير نفسه بالنواقص مش هيشوف ولا نعمة، لكن اللي بيقول الحمد لله رغم كل حاجة بيعيش مش بس برضا، بيعيش بحرية. تعالى كده من اللحظة دي جرب كل يوم تقول لنفسك: أنا مش ساكت، أنا راضي، أنا مش واقف مكاني، أنا بتقدم على طريقي بهدوء، بحب، بأمان. اعرف ان السعادة مش لما توصل، السعادة دايما لما ترضى وتكمل. لو الكلام ده لمسك اتمنى تشاركه مع حد يكون ساكت بس جواه وجع كبير. وعايزك تشاركني في تعليق تحت، ايه اكتر لحظة عدت بيك حسيت فيها ان الرضا غير نظرتك؟ وما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان نكمل سوا طريق الراحة النفسية، كلمة بكلمة، لحظة بلحظة. ودي كانت لحظة رضا. ربنا يرزقنا جميعا سلام القلب وهدوء الروح. سلام، ونشوفكم في اللحظة الجاية.